اولا الاسلام، يعني لو الاسلام مثلا صالح للعالم لل7 مليار اللي موجودين في كل، فهو بالتاكيد غير صالح. يعني فكره انك انت تقوم تصلي 5 صلوات في اليوم، هذا الامر مثلا فعلا ينفع مع البدو في الصحراء. ليه بقى؟ انت وراك عالم قاعده في الصحراء ما وراهاش حاجه، هو لا وراهم شغل، مثلا الشغل لازم يروحوا الساعه 7 الصبح ولا 8 الصبح، ولا ميعاد ولا قاعد، فايه نعمل ايه؟ يلا نقوم نصلي في الرمله. يعني مثلا هيعمل انشطار ذري مثلا، بيقوم يصلوا 5 مرات في اليوم. ودي بقى ايه؟ ركعتين، ودي 3، ودي 4، ودي مش عارف السنه بتاعتها ايه مؤكده، اونط وملل. وعين الصلوات يعني في الاسلام تكرار لنفس يعني حتى ايه، بتلاقي مثلا المسيحيين لما يصلوا ساعات بقى يدخلوا في ايه، مناجاه شخصيه مع الله. ليه يا رب عملت كده بتاع، انت راجل ابن شرموطه، فربنا يرد عليك الراجل اللي عندي مش عايز اشوف وشك تاني. يعني في ايه؟ حميميه زي ضابط الشرطه والمجرم كده في حميميه في انما الاسلام طقوس جامده، تقرا الفاتحه، بعد كده يعني ايه وات ايفر السوره اللي هتقراها، هتنزل مش عارف على ركبك، بعد كده تتفلقس فطيزك. هي نفس الطقوس بملل يعني. خلصونا بقى. وبعدين بقى لما تقع ضحيه بقى مثلا لايه، لامام مثلا جامع اللي هو مثلا ايه، هيروح خبطك مثلا آل عمران، مثلا يروح يديك الفاتحه وبعدين ايه يديك آل عمران مثلا، او واحد يروح خبطك البقره. فكان اهم شيء ما بيهمني في ايه ابن الاحبل هيقرا ايه، انا عايز ان اعطيناك الكوثر او قل هو الله احد. لو هتقول لي كان في ايه في بقى حاجات بقى هتخش لك بقى، سوره النبأ بقى وبتاع مثلا، ما ممكن برضه دي هيقعد لك فيها 10 دقايق مثلا، احنا مش ناقصين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. المهم، وما عارف تخش مثلا صلاه الجمعه انت تلاقيه مخبي علبه سجاير في الشراب، ومثلا ايه مجله 6 في الشراب الناحيه الثانيه، واللي هو مثلا يعني ايه دخل ومثلا تيجي تروح مثلا نازل تركع، فالسجاير تروح واقعه من جيبك، وبعد كده تيجي تسجد، فالمجله السكس تروح طالعه من الشراب. فاللي هو ايه، في كوميديا الجامع. وبقى اللي جنبك بقى ما بقى في ايه، هيبتدوا بقى، وده احد يعني الملاحظات، يقول لك ايه، ساوي الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أو أنا عمري ما شفت صف متساوي. المسلمين عاجزين إن هم يعملوا صف صلاة متساوي يعني على خط واحد. فلازم تلاقي إيه، طالع لهم بالج كده، وده راجع وتعبان يعني، ما تلاقيش مثلا خط مش عارف إيه السبب. وده لغياب فكرة الانضباط. عشان كده برضو بحبذ الحكم العسكري إن هو يزرع جزء من شيء من الانضباط في المجتمع. طبعا إيه، من الطرائف يعني طرائف الجمعة، هناك أشاعة سارية بين المسلمين انك انت لو في فرق بينك وبين اللي بتصلي جنبه، فالشيطان هيعدي بينكم. وده الحقيقة الموضوع ده كان محيرني يعني. طب ليه الشيطان هيعدي يعني الكون ده كله سابه ولازم يجي يعدي من بيني وبين ابن الأحبة اللي جنبي؟ يعني ايه النظرية يعني في القصة دي؟ وبعدين حتى لو عدى، طب وانا خسران ما يعدي؟ يعني ايه اللي هيحصل لي؟ ما يعدي الشيطان، لازم الزق نفسي في اللي جنبي؟ يعني مش فاهم ايه. بس في ناس واخده الامر ده بحساسيه بجد، ان الشيطان فعلا هيعدي ولازم نمنع عبوره باي شكل. فيعمل ايه بقى عشان يمنع عبور الشيطان؟ وبعدين يعني انت لو بصيت للجسم الادمي او الجسم البشري، مثلا في بقى يعني الجسم البشري مش مثلا مش دولاب مثلا حاجه صب كده، لا ده في انحناءات، وفي مثلا الرجل والسمانه. فلازم يبقى في فراغات. يعني انت لو حطيت رجلك جنب واحد حتى لو لزقتها فيه، فلازم يبقى مثلا فراغ عند حته السمانه مثلا، انت فاهمني؟ فالفراغ لا يمكن منعه. اللي بقى لو جبت مثلا سبريهات بقى بتاعت اللي بترش عشان عارف اللي هي بتعمل زي فوم كده وبتاع تمنع مثلا، والايبوكسي بتاع اللي بيبطنوا بيه الحمامات ده وبتاع عشان ايه تمنع عحة بقى عند عمليه مقاوله من الصلاه. ف اللي جنبك واخد الموضوع بحساسيه زياده عن اللزوم. يعني ماشي خلاص الشيطان هيعدي فمش بيج ديل ويعدي، او نحاول منعه وما يعرفناش، مش يعني مش قضيه كبيره وخلاص على كده. لا، اللي جنبك واخد الموضوع لازم يمنعه. يعني ناقص يجيب آلي مثلا عشان يضرب نار فابن الأحبة لازم بقى ايه،
ماشي انت عايز تمنعه امنعه انت، انا ما عنديش مشكله مع الشيطان، بس لازم يحط صباعه الصغير بتاع رجله فوق صباعه عشان يتاكد تماما ان في الحام، يعني الالتحام يحصل، بحيث ان ايه يمنع مرور الشيطان. فانت طبعا مش عايز هو يحط صباعه ورجله على صباع رجلك، فتروح انت باعد رجلك شويه فيروح ناطط على صباع رجلك تاني، طار. عارف بقى عمليه مطارده، يعني طوال الصلاه هو بيطارد صباع رجلك بيجري وراه، وبعدين بقى انت عمال ترقصه وتروح طالع له قدام شويه، بس اللي هو لازم يسد هذه الفجوه لان الشيطان هيعدي. دي القصه. في واحد تاني اللي هو بيتعامل معاك مثلا على انك انت ايه، ثلاجه، بيمسكك كده من كتفك ويحركك، اللي هو ايه، فمثلا شايف انك انت مش متوجه للاتجاه الصحيح فيروح ماسك، ما بيسالكش، اقول لك بعد ايه، بيمسكك زي ماسك ثلاجه ويبتدي يحرك فيك. او مثلا شايف انك انت مثلا مش واقف مستقيم في الصف، فبرضه بيمارس نفس الشيء بدون اي كلام، ومتوقع منك انك انت هتقبل ده شيء، يعني مش هتتعترض. فيفاجئ مثلا انت ايه ماسك كده، روح ايه زق وعامل له كده، اوعى انت في ايه يا عم، يعني بتبقى ايه انا يعني الناس دي حتى ما عندهاش فكره الايه، المساحه الشخصيه ليك، مش لا مش موجوده. انا من حقي احركك اظبطك زي ما انا. وبعدين بقى في فكره ايه، تحط ايدك فين اثناء الصلاه. انا اساسا ما بصليش اساسا، انا بعمل ان انا بصلي بغني على الحليم وحاطط ايدي كده. لا في ناس بقى يقول لك هحط ايدك كده، والرسول مش عارف كان بيحط ايده في على الطيز اللي جنبه، وافلام كل واحد عامل له وضع جنسي شكل. في بقى ناس اللي هو ايه مش بيكتفي بنفسه، هو مثلا شافك ايه انك انت كده حاطط ايدك كده مش على السنه، فيبتدي يعدل، فيمسك ايدك. يعني هو يقول لك يعني ايه، هو اثناء الصلاه يعدل في ايدك، يعني يقول لك حط ايدك، بس بقى من غير كلام، يعني يمسك كده ويحطها وبعدين مثلا بقى في الشخصيه اللي هو ايه، تقول له بعد ما تخلص الصلاه حرما، وحرما دي بدعه، فيا اما ما يردش عليك او يبص لك بمنتهى الاحتقار، او بقى يبتدي يديك درس بقى في الايه، في البدعه وتحريم البدعه، وانت فاهمني. فانت في الاخر تقول له كص امك، على كص ام محمد، على كص ام الاسلام، على كص ام الجامع، على الجمعه، على دين ام اليوم اللي انا وقفت فيه جنبك.